عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بقى فيديو مختلف لاننا بنصور من شواطئ بحري وتحديدا من شاطئ ابو العباس. الشاطئ ده طبعا متواجد في بحري للناس اللي ما تعرفهوش. حبيت اغير بقى عن شواطئ اللي انتوا عارفينها، شواطئ بقى البوريفاج وسيدي بشر. جيت بقى اصور في بحري وشاطئ ابو العباس. سعر تذكرة الدخول 10 جنيه شامل كرسي وشمسية. طبعا في يفط هنا ارشادات يعني وتعليمات للشاطئ انه ممنوع النزول البحر بعد المغرب. ومش عارفة الشاطئ فاضي تماما من الناس. هل بقى الناس مش عارفة الشاطئ ولا هم مش حابين ينزلوا في بحري؟ هو شاطئ صغير كده، المساحة الرملية بتاعته صغيرة، ولكن شواطئ بحري حلوة جدا للناس اللي ما تعرفش بحري وما زارتش بحري قبل كده. الشواطئ دي جميلة جدا. وكمان موجود قلعة قايتباي في منطقة بحري. الشاطئ هنا دايما الامواج هادية زي ما حضراتكم شايفين، لان في طبعا جسر متعمل داخل قلعة قايتباي، والجسر ده بيحمي المكان من الغرق. فالمكان هنا دايما مفهوش امواج، الامواج بسيطة جدا. في كمان هنا لو مش حابين يعني تنزلوا الشاطئ ممكن تعملوا رحلة بالمراكب. اللي امامكم دي اسعار بتبدأ من 50 جنيه للفرد، وفي رحلات بتكون خاصة زي مثلا أسرة مع بعض ومش عايزين حد يطلع معاهم على المركب، فبتتراوح الأسعار من 150 ل200 جنيه. الرحلات دي طبعا بتكون من الساعة 6 صباحا ل6 مساء، يعني قبل وقت الغروب. في كمان رحلات صيد للناس طبعا اللي بتحب تصطاد. بتيجي وتأجر مركب وتصطاد بيها، بس طبعا لازم قبلها تصريح من حرس الحدود. شايفين بقى جمال البحر، والمية صافية وهادية ومفيش اي قمامة خالص في البحر. طبعا دي عادات سيئة من الناس اللي بترمي قمامة داخل الشاطئ او داخل البحر. طبعا هنا عشان مفيش ناس فمفيش اي قمامة خالص داخل المية. طبعا صافية وجميلة ومنظر المراكب تحفة جدا. هنا تقدروا تستمتعوا بأجواء اسكندرية. طبعا اصل اسكندرية هي بحري. الفترة اللي فاتت صورنا مع بعض شواطئ البوريفاج وشاطئ سيدي بشر وشاطئ ستانلي. صورنا شواطئ كتير جدا، والشواطئ دي طبعا معظمكم عارفينها لانكم كلكم بتتجهوا للشواطئ دي، ولكن محدش بيتجه ناحية بحري. لو عايزين بقى فسحة وخروجة مختلفة تقدروا تيجوا بحري. في شواطئ في بحري جميلة، وفي كمان أماكن كتير تقدروا تخرجوا فيها، زي طبعا أماكن للأكل لو حابين، زي الشيخ وفيق وآيس كريم عزة مشهور جدا في بحري. وطبعا انا حبيت اصور معاكم هنا لان في ناس كتير ما تعرفش منطقة بحري، الناس اللي من محافظات تانية وبتيجي اسكندرية عشان تستمتع باجواء الصيف، ما زارتش بحري قبل كده، ففايتها كتير جدا. لازم تيجوا تزوروا بحري وتدخلوا كمان قلعة قايتباي. الاجواء جميلة جدا داخل القلعة، صورتها مع حضراتكم كتير قبل كده وهتلاقوا الفيديوهات موجودة على القناة. طبعا متواجد اماكن للاكل كتير جدا زي ما شفتوا، في محل بيتزا وفي اماكن كتير على البحر. يعني اللي هيجي ممكن طبعا يشتري اكل من هنا ويستمتع باجواء البحر والشاطئ. لو مش عاملين حسابكم ممكن تقدروا تاخدوا اكلة سمك. بصوا ايس كريم عزة لسه بقول لكم عليه مشهور جدا في بحري. تقدروا كمان تجيبوا اكلة سمك وتقعدوا على البحر وتستمتعوا بالاجواء. في كمان الباص السياحي اللي دايما بنركبه مع حضراتكم من المنظرة، بيوصل لغاية بحري. ممكن كمان تركبوه من بحري لحد المنظرة، يعني تاخدوا رحلة عكس دايما ما بتركبوا من المنظرة لبحري، تعكسوا الاتجاه وتركبوا من بحري للمنظرة، فبتبقى فسحة حلوة قوي. يعني تيجوا تقضوا اليوم هنا في الشاطئ. طبعا طول اليوم تقدروا تقعدوا بنفس سعر تذكرة الدخول اللي هي 10 جنيه، وممكن في اخر اليوم تستمتعوا برحلة بالباص السياحي وتتفرجوا على جمال اسكندرية.
طبعا شايفين منظر المراكب جميلة جدا، وطبعا البحر هادي ولون المية صافي وازرق، فالاجواء حلوة جدا داخل بحري. على فكرة هنا اخر المكان مش القلعة قايتباي، لا في شواطئ الانفوشي. صورت قبل كده معاكم الشواطئ دي، وكان سعر تذكرة الدخول 10 جنيه، وكانت المساحة الرملية للشاطئ كبيرة جدا. على فكرة الفيديو موجود على القناة، ممكن احط لكم الفيديو وتتفرجوا عليه لو ما عرفتوش يعني توصلوا له، لانه بقاله فترة انا ما صورتش في الشاطئ ده، بس الشاطئ ده جميل جدا. مش كتير من الناس تعرفه، وعلى فكرة دايما تحسوا انه فيه خصوصية برغم ان هو في بحري وعادي. يعني سعر تذكرة الدخول 10 جنيه، مش شاطئ خاص ولا حاجة، ولكن عشان بعيد عن الناس، في ناس كتير ما تعرفوش. بصوا الباص السياحي اللي لسه بقول لكم عليه ادي قدامكم دلوقتي، وسعر التذكرة بتكون 28 جنيه، وبتقدروا تركبوه من بحري لحد المنظرة. نرجع بقى لشواطئ الانفوشي. كتير جدا من الناس ما تعرفش الشواطئ دي، فعشان كده الشواطئ دي بتكون فيها خصوصية لانها بتكون فاضية. يعني في ناس بس مش زحمة زي شواطئ البوريفاش طبعا وشاطئ سيدي بشر. الشواطئ دي معظم الناس تعرفها لان معظم الناس بتأجر ناحية ميامي وبالقرب من شواطئ البوريفاج، فعشان كده الشواطئ دي دايما زحمة، لكن محدش بيجي ناحية بحري، وعشان كده دايما في خصوصية في شواطئ بحري وما بتكونش زحمة زي باقي الشواطئ. وطبعا الشاطئ هنا اسمه ابو العباس نسبة لمسجد ابو العباس. طبعا كلنا عارفين المسجد او معظمنا، يعني هو موجود في بحري، عشان كده الشاطئ ده متسمي على اسمه مسجد ابو العباس. وهنا طبعا طريق بحري طبعا زي ما حضراتكم شايفين، بس ما فيش ناس، مش عارفة ليه الشاطئ خالي تماما من الناس. فالناس راحت فين؟ لسه يعني المدارس ما بدأتش عشان الشاطئ يكون فاضي كده. حبيت بقى اخدكم في فسحة مختلفة وجولة جميلة، تغيير عن معظم شواطئ اسكندرية اللي صورتها مع حضراتكم قبل كده. شايفين مدى صفاء ونقاء المية. البحر جميل جدا هنا، ومفيش اي قمامة خالص، زي ما حضراتكم شايفين قد ايه المية صافية ونقية، والبحر هادي جدا. لو لسه مش مشتركين في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها وكل جديد بيحصل في اسكندرية. شايفين منظر المراكب قد ايه؟ بصوا تحسوا لوحة فنية. وطبعا باكد عليكم ان المية صافية، عشان كده دايما بجيب لكم زوم على البحر قد ايه صافي ونقي، ومفيش اي قمامة خالص داخل الشاطئ. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.